بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها جوليا وهي راجعة من شغلها، وبيظهر إن جوليا بتشتغل في مالها ليلي وبتسرق الزباين. وبعد ما جوليا بتبيع المسروقات بترجع على شقتها، وأثناء ما بتحضر جوليا الأكل لنفسها بيكون في حد بيفتح الباب بهدوء، وبعدها بتحس جوليا بحركة غريبة عند الباب، فبتروح على هناك علشان تشوف إيه اللي بيحصل. ولكن فجأة بيهجم عليها شخص مجهول وبيفقدها الوعي وبيخطفها. وبعدها بتفوق جوليا وبتلاقي نفسها متكتفة على كرسي في مختبر كبير، وبيكون في كمامة على بقها وجهاز صوت متثبت في ودنها. وبيظهر الشخص المجهول اللي خطفها وبيشغل جهاز الصوت، وبتسمع جوليا صوت ذبذبات عالية جدا بتسبب لها ألم شديد. ده غير إن هي بتفتكر ذكريات حياتها كلها، وبتفضل جوليا تتألم لحد ما بتفقد وعيها، وبتفوق وبتلاقي نفسها جوه زنزانة وإيديها متكتفة والكمامة لسه على بقها. فبتحاول جوليا تفك القيود دي لكنها بتفشل، فبتتحرك جوليا جوه الزنزانة وبتدور على مهرب، لكنها بتتفاجئ إن في راجل وست معاها في نفس الزنزانة ومتكتفين زيها. وبيقرب منها الراجل ده فبتخاف جوليا وبتبعد عنه، لكنها بتخبط في حديد باب الزنزانة وبتتكهرب. وبيتضح إن الشخص ده كان بيحاول يبعدها عن باب الزنزانة علشان ما تتكهربش. وبعدها بتلاحظ جوليا إن في شريحة مزروعة تحت دماغ كل واحد فيهم، فبتحط إيديها تحت دماغها وبتلاقي نفس الشريحة عندها. وبعد شوية وقت بيدخل عليهم الشخص اللي خطفهم وبياخد جوليا للمختبر تاني، وهناك بيربطها في الكرسي وبيجهز أدواته وبيقرب منها وبيفحص الشريحة اللي هو زرعها. وبعدها بيشغل جهاز الصوت وبيفضل متابع تأثير الذبذبات على دماغ جوليا. وبعد ما بيخلص بيفك جوليا من الكرسي وبياخدها علشان يرجعها الزنزانة. وبتقدر جوليا تسرق مقص من الأدوات من غير ما هو ياخد باله. وبترجع جوليا على زنزانتها وبتستنى شوية وقت لحد ما تتأكد إن الشخص المجهول بعد عن المكان، وبتستخدم المقص وبتفك القيود. وبعدها بتفك قيود الاتنين اللي معاها، وبتقطع جوليا بنطلونها وبتعمل منه حبل وبتربط فيه المقص. وبتحاول جوليا ترمي المقص بره القضبان وتسحب فيشة الكهرباء علشان تفصل الكهرباء عن قضبان الزنزانة، لكنها بتفشل. وبتلاحظ جوليا ان مصدر الغاز قريب من لوحة الكهرباء، فبترمي عليه المقص وبتكسره وبيتملي المكان كله بالغاز. وبتقدر جوليا تعمل شرارة نار بالمقص، فبيحصل هنا انفجار وبتتكسر قضبان الزنزانة. فبتاخد جوليا الاتنين اللي معاها وبيبدأوا يدوروا على مكان يهربوا منه. واثناء ما هم بيدوروا بيلاقوا الاسانسير الخاص بالمكان، فبيركبوا وبيطلعوا الدور اللي فوق. وهنا بيلاقوا نفسهم في بيت الشخص اللي خطفهم، وبيكون في وسط البيت ده قطعة كبيرة من المعدن. وفجأة بيجري الراجل اللي مع جوليا على باب البيت، وبيكون على الباب ده قفل إلكتروني بيشتغل ببصمة الإيد. فبيقرر الراجل إن هو يحط إيده على قفل الباب، وفجأة بتشتغل صفارات الإنذار في المكان بصوت عالي جدا، وبتتحول قطعة المعدن اللي موجودة في البيت لروبوت ضخم، وبيهجم على الراجل اللي مع جوليا وبيقتله. فبتهرب جوليا هي والبنت اللي معاها وبيستخبوا جوه أوضة في البيت، لكن الروبوت بيقدر يوصل للبنت من خلال أجهزة الاستشعار. فبتجري جوليا بسرعة علشان تهرب من الروبوت، لكن الروبوت بيمسكها وبيكون على وشك إنه يقتلها. لكن في اللحظة دي بيوصل الشخص اللي خطف جوليا وبيؤمر الروبوت ما يقتلهاش. وبنعرف هنا إن الشخص اللي خطف جوليا اسمه أليكس، وإن الروبوت ده اسمه تاو. وبيشرح تاو لأليكس إن دي حالة طوارئ، فبيدي أليكس أوامر لتاو بإن هو يكتف جوليا. وبينزل للدور اللي تحت وبيشوف الدمار اللي حصل للمختبر بتاعه. وبيعرف أليكس من الروبوت تاو إن أغلب بيانات المشروع اللي هو كان بيشتغل عليه اتدمرت. وبنعرف هنا إن أليكس يبقى الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا كبيرة، وبيشتغل على تصميم كيان للذكاء الاصطناعي يكون ليه قدرة على التعلم من المشاعر الإنسانية، وإن الروبوت تاو يبقى واحد من اختراعاته، وإن ده يعتبر إنجاز تاريخي في مجال شغل أليكس. فبيتعصب أليكس لما بيعرف إن مجهوده ضاع، وبيهجم على جوليا وبيكون عاوز يضربها، لكن تاو بيقوله إن ضربات قلبها ارتفعت جدا. فبيهدى أليكس وبيبعد عن جوليا. وبعدها أليكس بيطلب من تاو ينظف البيت، فبيخرج من جسم تاو روبوتات صغيرة بتنظف آثار الدم وبتتخلص من الجثث. وبيبقى أليكس في اجتماع فيديو مع أعضاء مجلس إدارة الشركة، وبيقول لهم إن هو هيأخر ميعاد تسليم المشروع بتاعه لمدة أسبوعين. وبعدها تاو بيحضر العشاء لأليكس، لكنه بيبقى متضايق من وجود جوليا. وبعد ما أليكس بيخلص عشاء بيروح لجوليا وبيفحص الشريحة بتاعتها، وبيكتشف إن الإشارات اللي بتخرج من دماغها من أقوى الإشارات اللي هو شافها في حياته. وبتفهم جوليا من أليكس إن هو بيسحب من مخها إشارات معينة هو محتاجها في شغله، وبيديها اختبارات تحلها علشان تنشط خلايا مخها. وبتخلص جوليا الاختبار وبيعجب أليكس جدا بالنتائج، وده لأنه بيلاقي استجابة قوية جدا ونشاط ملحوظ في المخ. فبيقول أليكس لجوليا إن هي هتفضل تحل في الاختبارات اللي من النوع ده لحد ما يجدد المختبر بتاعه. فبتوافق جوليا وبتطلب منه إن هي تاكل وتلبس هدوم نظيفة، ده غير إن هي لازم تستحمى كل يوم وتنام في مكان
مريح. فبيوافق أليكس على كل طلباتها، وأثناء ما جوليا بتستحمى بتحاول إن هي تطلع الشريحة من جسمها، لكنها بتحس بألم شديد جدا وما بتقدرش تعمل كده. وتاني يوم بيكون أليكس رايح شغله وبيطلب من جوليا إن هي تنفذ كل حاجة يطلبها منها تاو. فبيعرض على جوليا اختبارات معينة وبيطلب منها تحلها. فبتحاول جوليا تكلمه وتعرف منه معلومات عن المكان اللي هم فيه. فبيطلب منها تاو تحل الاختبارات، وبيعرفها إن هو عنده أوامر بقت لها لو رفضت تحلها. فبتسكت جوليا وبتحل الاختبارات كلها. وبيجي الليل وبيرجع أليكس من شغله وبيبقى جايب معاه ملابس جديدة لجوليا، وبعدها بيقعدوا يتعشوا وبيراجع أليكس نتيجة الاختبارات اللي جوليا حلتها. فبيلاقي إن جوليا بتستغل الأشكال اللي موجودة في الاختبار وبتكتب بيها جملة اذهب إلى الجحيم أيها المجنون. ولكن أليكس بيلاحظ إن في تطور كبير جدا في نشاط مخ جوليا وبيطلب منها تحل اختبارات أكتر. فبترفض جوليا وبتقوله إن هي مش هتعمل أي حاجة غير لما تطمن على حياتها. فبيهددها أليكس إن هو يخلي تاو يقتلها، وبيقرب منها تاو فبتخاف جوليا وبتوافق إنها تحل الاختبارات. وبتمر الأيام وجوليا بتحل الاختبارات وأليكس بيراجع النتائج، وبيبقى في تحسن مستمر في عملية استخراج المشاعر من مخ جوليا عن طريق الشريحة اللي موجودة في جسمها. وفي يوم بتسأل جوليا أليكس عن تاو، فبيقول لها إن تاو يبقى وحدة ذكاء اصطناعي تم تغذيتها بمشاعر البشر، وإنه بيقدر يتخذ قرارات طبقا لإحساسه. وتاني يوم بتستغل جوليا اللي هي عرفته من أليكس وبتتكلم مع تاو كأنه إنسان. فبيستغرب تاو من الكلمة لأن هي مش موجودة في ذاكرته، وبيطلب منها تاو تشرح له معناها. فبتقول له جوليا إن هي تبقى إنسان وإن الإنسان مكانه في العالم الخارجي. فبيسألها تاو عن العالم الخارجي، فبتطلب منه ما يقولش لأليكس المعلومات اللي هي هتقولها له. فبيوافق تاو على طلبها. فبترسم له جوليا شكل كوكب الأرض وبترسم له بيت وهم عايشين جواه. وبتفضل جوليا ترسم لتاو كل حاجة ممكن يشوفها بره البيت، وبيبقى تاو مركز مع جوليا في كل حاجة هي بتعملها. وقبل ميعاد رجوع أليكس من الشغل بيطلب من جوليا تحل الاختبارات. وتاني يوم جوليا بتقول لتاو إن هي ممكن تقرا له كتاب، وده في مقابل إنه يعرفها بكل الأماكن اللي موجودة في البيت. وطبعا علشان تاو بيبني قراره على أساس المشاعر فبتقول له كده وهي بتستعطفه. فبيوافق تاو على طلبها. وبمجرد ما جوليا بتخلص قراية الكتاب بيشرح لها كل مكان في البيت فعلا. وبتعرف جوليا منه إن الدور اللي فوق فيه أوضة نوم أليكس، واللي بيبقى فيها نظام التدمير الآلي لكل حاجة في البيت حتى تاو نفسه. وفي يوم أليكس بيكون عنده اجتماع فيديو مع مجلس إدارة الشركة، فبتستغل جوليا الفرصة دي وبتمسك جهاز الكمبيوتر الخاص بأليكس وبتطلب من تاو إن هو يقول لها كلمة المرور باستعطاف. فبيوافق وبينفذ طلبها. وهنا بتنصدم جوليا لما بتعرف إن أليكس عمل تجارب على 11 شخص قبلها، وإن كلهم ماتوا بعد ما أليكس سحب الشريحة من جسمهم. فبتعرف هنا جوليا إن مصيرها هيكون الموت. وفجأة بيقول لها تاو إن أليكس خلص اجتماعه. فبترجع جوليا الكمبيوتر لمكانه تاني، وبيجي أليكس وبيلاحظ إن في بصمات على الجهاز. فبيفتكر إن دي تبقى بصمات إيده وإن تاو ما مسحهاش من على الكمبيوتر. وأليكس بيحب بيته يكون نظيف جدا، علشان كده بيقرر يعاقب تاو على تقصيره. فبيوجه أليكس جهاز تحكم ناحية تاو وبيدوس على زرار بيسبب له ألم كبير جدا، وده بيتسبب في مسح جزء من الذاكرة. وبيجي الليل وبتكون جوليا وأليكس بيتعشوا، وبتكون جوليا مش عارفة تقطع اللحمة لأن أليكس منعها من استخدام السكاكين. فبيقرب أليكس من جوليا علشان يقطع لها اللحمة. وفجأة تاو بيقول لأليكس إن هو لازم يغير هدومه علشان يروح الحفلة الخيرية بعد 10 دقايق. فبتستغل جوليا إن أليكس مش مركز معاها وبتسرق منه نضارته. وبمجرد ما بيطلع أليكس للدور اللي فوق علشان يغير هدومه بتعمل جوليا بصمة من صباعها على السفرة وبتحط النضارة جنبها. وبعدها بيجهز أليكس علشان يمشي وبيفضل يدور على النضارة. وبمجرد ما بيلاقيها على السفرة بيلاحظ وجود البصمة على السفرة. فبيتعصب أليكس على تاو وبيكون مستغرب هو ليه بقى مهمل في نظافة البيت. فبيقرر أليكس إنه يعاقب تاو وبيمسح جزء كبير من ذاكرته. فبتستغل جوليا الفرصة وبتسرق سكينة الأكل. وبعدها جوليا بتفضل صاحية مستنية أليكس لما يرجع من الحفلة. وبمجرد ما بيدخل أليكس البيت بتقرب منه جوليا وبتوهمه إن هي عايزة تدخل معاه في علاقة، لكنها بتهجم عليه وبتحاول تطعنه بالسكينة. فبيتفادى أليكس الطعن وبيتعور في بطنه. وبيهجم أليكس على جوليا وبيخنقها علشان يموتها، ولكن بينصدم لما بيلاقي تاو بيدافع عن جوليا وبيطلب منه يبعد عنها وإلا هيأذيه. فبيأمره أليكس يضرب جوليا وإلا هيعاقبه. فبيخاف تاو من عقاب أليكس وبيضطر يضرب جوليا. وبيكون أليكس في قمة غضبه وبيقرر يستخرج الشريحة من جسم جوليا. فبيروح للمختبر وبيراجع كل الأجهزة اللي هو ركبها علشان يجهزها للعملية. وبيبقى معاه واحد من الروبوتات الصغيرة علشان يساعده. فبياخد منه أليكس قطعة صغيرة وبيرميها على الأرض. وفي الوقت ده جوليا بتطلب من تاو يساعدها علشان تهرب من البيت، وده لأن أليكس هيطلع الشريحة من جسمها وهي هتموت. لكنها بتتفاجئ إنه بيتعامل معاها على إن هي العينة الخاصة بتجربة أليكس، لأن أليكس مسح ذاكرته كلها. وبيطلب أليكس من تاو إن هو ينقل جوليا للمختبر. وبعدها أليكس بيروح المختبر
مختبر وبيجهز حقنة علشان يحقن بيها جوليا ويخدرها، وبتشوف جوليا واحد من الروبوتات الصغيرة على الأرض، فبتنده عليه جوليا وبتطلب منه يجيب لها جهاز التحكم، وبيكون الروبوت ده لسه عليه ذاكرة تاو القديمة، فعلشان كده بينفذ لها طلبها وبيديها جهاز التحكم. وبمجرد ما بيقرب أليكس من جوليا علشان يحقنها بالمخدر، بتستخدم جوليا جهاز التحكم وبتضربه وبتفك نفسها وبتهجم على أليكس، وبتضربه جوليا لحد ما بيفقد الوعي. وبعدها بتستخدم جوليا آلة حادة وبتقطع ايد أليكس علشان تقدر تفتح باب البيت وتهرب. وبمجرد ما بتخرج جوليا من المختبر بيهجم عليها تاو، لكن جوليا بتهرب منه وبتروح على أوضة أليكس، وبتستخدم ايد أليكس وبتشغل نظام التدمير الآلي، وبيكون قدامها 60 ثانية علشان تهرب. وبتفضل جوليا تدور على مكان تخرج منه، وفجأة بيحصل دمار كبير في جدران البيت، وبيظهر قدام جوليا فتحة كبيرة في الحيطة، فبتجري ناحيتها بسرعة وبتخرج منها قبل ما البيت يتهد عليها. وبتفضل جوليا تجري لحد ما بتبعد عن البيت، وبيظهر ان جوليا اخدت معاها الروبوت الصغير اللي لسه عليه ذاكرة تاو القديمة، فبيسألها اذا كان هو ده العالم الخارجي، فبتبتسم جوليا وبتقوله ان هو ده العالم الخارجي. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات.